حاجة النسكافيه البارد من اكتر الحاجات اللي بحسها رايقة قوي مع جو الشتا، وعشان كده تعالوا في الفيديو ده اوريكم ازاي بعمله في البيت بمكونات بسيطة قوي وخطير وما بياخدش في تحضيره اكتر من 10 دقايق. اول حاجة عندي هنا بقى هقسم الخطوات بتاعتي لثلاث خطوات. اول خطوة هجيب بولة كده احط فيها باكت كده من الكريم كراميل، وهحط عليه 3 معالق كبار من المية الدافية وهقلبهم لحد ما كل الحبوب دي تدوب خالص. يعني انا مش عايزة المسحوق بتاع الكريم كراميل يبقى باين. وفي بولة تانية هجيب كوباية من الكريم شانتيه، نص كوباية من السكر البودرة، وعليها كمان نص كوباية من المية الباردة، وباكت كده من النسكافيه او اللي هي القهوة سريعة الذوبان. وبعدين هجيب الخليط بتاع الكريم كراميل اللي انا عملته، وهبدأ ان انا اضربهم بالمضرب الكهرباء لحد ما يديني قوام الكريم شانتيه. بس انا مش عايزاه يبقى كريم شانتيه متماسك، لا يكون خفيف شوية زي اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو دلوقتي. بعد ما وصلت للقوام المظبوط ده هدخلها التلاجة شوية لحد ما اعمل الخطوة اللي بعد كده. جبت نص كوباية من اللبن وحطيت فيها نص معلقة من القهوة سريعة الذوبان ومعلقة كمان من السكر. هقلبهم مع بعض كويس كده لحد ما يدوبوا. وهجيب اي نوع بسكوت شاي، استخدمي اي نوع بسكوت شاي يكون موجود عندك. وبعدين بقى هجيب في الطبق اللي انا هقدم فيه، هاخد واحده واحده كده من البسكوت، يا دوب هتطوي الخليط بتاع اللبن بالنسكافيه، انا مش عايزاها تبقى طريه كمان لان نوع البسكوت اللي عندي ده كان بيدوب بسرعه قوي، فيا دوب بس دخل كده شرب حاجه بسيطه من النسكافيه واللبن. وبعدين رصيته في الطبق زي ما انتوا شايفين. وهبدا احط بقى بعد طبقه البسكوت دي هحط طبقه من الكريمه اللي احنا عملناها، وهبدا ان انا اوزعها او افردها كويس على البسكوت. وبعد ما فردتها كويس كده هحط طبقة تانية من البسكوت، وهفضل ماشية بالترتيب ده، طبقة من الكريمة وطبقة من البسكوت لحد ما اخلص كل الكمية بتاعة الكريمة والبسكوت اللي عندي. ممكن كمان في المرحلة دي بين الطبقات، يعني بين كل طبقة كريمة وبسكوت، تحطي شوية من اي صوص موجود عندك. مع اخر طبقة كريمة رشيت عليها كده من على الوش رشة من القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه يعني. وبعدين كان عندي الصوص بتاع الكراميل اللي هو كان جاي مع البودرة بتاعة الكريم كراميل دي، هبدأ ان انا ازين بيه الوش ده اختياري، ممكن تستخدمي صوص شوكولاتة او اي صوص موجود عندك. وبدأت ان انا ازينه بالشكل ده، ودخلته التلاجة لمدة نص ساعة، وبعدين طلعته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خطير ومناسب جدا مع المشروبات السخنة بتاعة الشتاء، طعمه حلو قوي. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها هيعجبكم. مستنياكم تجربوا الوصفة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.